بعث الملك محمد السادس رسالة إلى بنيامين نتنياهو الوزير الأول لدولة إسرائيل، أكد فيها على القرار الهام لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة صائب ومبتصر. وقال الملك في هذه الرسالة: معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لك عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة، مؤكدا أن هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المغربي وقواه الحي. وأكدت الرسالة الملكية أن قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة وتتصدر أولويات سياستها الخارجية، مضيفا أن قراركم الهام هذا قرار صائب ومبتصر. وأوضح الملك قائلا: هو قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية، مشيرا إلى أن السيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط البيعة القانونية التي ظلت تربط منذ عهود سلاطين وملوك المغرب وسكان المغاربة بهذه الأراضي العزيزة على قلوبهم هي عناصر ثابتة لا يرقى إليها الشك. وأضاف: هو قرار مبتصر أيضا كونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، على أساس المبادرة المغربية قادية بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وذكر الملك في هذه الرسالة بأنه منذ دجنبر 2020 لم تفتئ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات. وقال الجالس على عرش المملكة: فهذا الزخم الذي تشهده غير مسبوق، سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسمية ورجال الآمال أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية، مشيرا إلى أنه مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين بلدينا دور حاسم في هذا الشأن، لا سيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل. وأضاف الملك: أني لعلى يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل بخصوص مغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وبوسعكم في هذا الصدد أن تعولوا على التزام الراسخ والتالي. وتابع: فكما سبق وأكدت لكم خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 دجنبر 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسبنا معا. وفي هذا الإطار شدد الملك على أن من شأن هذا اللقاء أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع الشعوب المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 دجنبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.